بالنسبة للمعيشة طبعا احنا مع نقعد على الرصيف باليوم واثنين والثلاثة. الناس الكبيرة اللي هي في السن بعد ال40 سنة ما فيش حد بيرضى ياخدها، لكن دلوقتي بياخدوا العيال الشباب اللي هي سنها 17 سنة و18. وعايزين حرية وعدالة، ومش مهم أكل وشرب، مش عايزين ناكل ولا نشربه، بس عايزين كرامة وعدالة اجتماعية، وعايزين إعلام ما يستخفش بعقولنا ويوصل لنا المعلومة بالضبط. عايزين إعلام نظيف يوصل ما يغشش الشعب. ما فيش معيشة، الناس دي كلها نايمة، معها بيوت ومعها عيال وعيال في المدارس، وأنا عاوز أتجوز، وكل واحد لو مؤاخذة مطلوب منه فلوس ومطلوب منه العيال ومطلوب منه البيت. واحنا قاعدين نايمين هذا بال20 يوم والشهر في البلد هنا، ولو لاقيين معيشة ببلدنا ما جايينش. لو لقينا معيشة ببلدنا اللي هو جنب بيوتنا ما جايينش. لو عامل مع جايين هنا عشان ناكل عيش. سيبنا المدارس عشان نشتغل، يعني عشان نشتغل يوميا نلقى نشغل البيوت، والبيوت عايزة مصاريف وعايزة دنيا ويعني والعمال دي عايزة توكل الناس، دي عايزة توكل عيالها ومعاش مصاريف البيوت، والناس لو معاش فلوس يعني هتطلع ازاي تشتغل يعني عشان هي الناس عشان يعني ما فيش شغل في البلد، يعني الواحد بيروح البلد يعني الناس دي يعني مش لاقية تاكل.